التحدي برضو، وخلوا وقت لنفسكم كده 24 ساعة يوم كده تعملوا فيه ريلاكسنج، تقرأوا كتاب، تخرجوا، تروحوا الكورس بتاعكم زي ما انا عملت كده. هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل اوكي، بما ان احنا خلاص عملنا مورنينج روتين الصبح، فهنعمل الايفنينج روتين مع بعض. زي ما انتوا عارفين ان انا بستخدم فريم سيستم ده. انا بستخدم عليهم زياده الروز اوف ثرين الكريم ده من ذا بودي شوب للتجاعيد يعني حاجات تبع الكولاجين شويه. انا مش عارفه بصراحه هل في كولاجين ولا لا، بس هبحث واقول لكم برضو على الانجريدينتس بتاعته ايه بالظبط. مساج رولر، المساج رولر ده انا بصراحه استخدمته بجد تحفه 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 تحفه. انصح بيه اي حد بصراحه يجيبه بقى لما نيجي نستخدم السكين كير بتاعنا. رولر كده. بصراحة الرول دي ما حسيتهاش حلوة قوي، ممكن تبقى الصبح مناسبة جدا للبشرة، يعني حاجة بتبقى خفيفة جدا على البشرة وبتعمل مساج كده بسيط. هنا دي بحبها قوي قوي بالليل، قد ايه بتخلي بشرتي فعلا يا جماعة تحفة 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 تحفة. اهي هي دي بحبها قوي. استخدمتها كذا مرة وجربتها وانصح بيها اي حد يجيبها. يعني ممكن ما تجيبوش دي عادي، مفيش مشكله، بس دي تحفه 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 للمساج بتاع البشره، وبتخلي الكريمز والبرودكت اللي احنا حاطينها على بشرتنا تمتص اكتر وتجدد خلايا البشره اكتر، وتعمل مساج كده وتعمل تجديد لخلايا البشره اكتر. فهوريكم انا بعمل الايفنينج روتين بتاعي ازاي. اول حاجه بنستخدمها هي التونر، زي ما احنا عارفين ده بيبقى ملمسه كده. بعد طبعا ما نستخدم الكلينزر وقبل النوم. اوكي، انا يا جماعه لما بستخدم الكلينزر وبعدين التونر بحس ان بشرتي كده ريفريشنج بطريقه مش طبيعيه، وخصوصا ان حاجات قطني فيها جينسينج او اي تري حاجه زي كده. تحفه جدا جدا للحبوب بتاع البشره لآثار الحبوب، لآثار الحبوب بتاع البشرة كمان. حلو جدا. عاملة بالغسول بس برضو يعني لسه في بقايا مش نظيفة في البشرة بعد الغسول. تخيلوا من الأساس. هبقى أعمل لكم فيديو إن شاء الله كده تفصيلي على الانستجرام. عايزة أعمل لكم سلسلة فيديوهات عن السكين كير دي والانجريدينتس بتاعها، والانجريدينتس دي عبارة عن ايه بالظبط، كل حاجة، كل برودكت بتساعد على ايه، والكريم نفسه بيساعد على ايه. فاقول لكم شرح تفصيلي على الانستجرام ان شاء الله كده. سلسلة كده ايه صغيرة، حاسة ان هي تبقى لطيفة قوي، حاسة ان هي تبقى لطيفة قوي وتبقى يعني ايه اجزاء كده صغيرة. بارت 1 بارت مثلا 1 من المورنينج روتين، بارت 1 من الايفنينج روتين، هتبقى لطيفة قوي وحاجة ايه يعني مختصر كده زي ما بنقول مختصر مفيد. فشجعوني يا جماعة ان انا اعمل فيديوهات اكتر. انا حاليا مكسلة مش عارفة ليه، بحاول مكسلش على قد ما اقدر. شوفوا يا جماعة الجلو تحفة ازاي. انا اصلا من النوع اللي بشرتي من اول ما البرودكت بيتحط على بشرتي بيمتص بطريقة مش طبيعية، الكريم بيدي جلو كده جميل وحلو اوي. عشان كريم بعد ما اخلص ده اوكي بنحط. متنسوش الرقبة يا جماعة بتترطب برضو. اوكي بعد ما اخلص عشان الهالات السوداء. اوكي حاطة
حطيت زيادة اوي، حاسة ان انا حطيت زيادة اوي. اوكي، بحط الكريم ده بودي شوب. زي ما انتوا عارفين ان البشرة اصلا كل ما نكبر كل ما الكولاجين بتاعنا بيقل في البشرة، فاحنا محتاجين كريمات وكولاجين وسبلمنت عشان بشرتنا تفضل زي ما هي ما تعجز. اوكي، حاولوا ان انتوا تجيبوا كولاجين بعد ال25، بعد 25 سنة نبدأ نستخدم كريم الكولاجين ده. اوكي، طيب بعدين بقى بستخدمها ازاي كده. اوكي بقعد استخدمها كده، بقعد اعمل كده زي ما شفتها في الفيديوهات التانية، تعمل ليفتنج كده للبشرة شدها. اوكي، دي كمان الحته دي بجد ده بيعمل فعلا مساج، وبحس ان انا عايزه انام عليك بجد اهو. كمان هنا. اوكي، حاول اعمل كده كتير لحد ما بحس ان بشرتي تبدا تحمر كده، مش مشكله خالص. يلا كده بس مش كده، حاولي اوقف حاجه بحس ان حاجه غلط، مش اي حاجه البشره بتاعي. والناس يا جماعه اللي في مصر كمان ممكن تستخدم البرودكت ده. انا كنت بستخدمه قبل ما اجيب الكريم برودكت، بس البراند دي حلوه جدا جدا جدا، واستخدمتها كذا مره وللاي كريم، وكمان بستخدمها الوايتنج كريم بتاعهم. هوريكم شكلها عامل ازاي. بنستخدمها اللايتنج كريم تحفه تحفه جدا جدا. استخدمته مع ماما كمان، خلى قلل من الكلف اللي عندها والنمش، عندها نمش وكلف لان ماما بشرتها حساسه جدا، فحلو جدا للبشره الحساسه لكل انواع البشره. وبيفتح جدا البشره في يعني الجسم والبشره وكل المناطق. فانا بصراحه كنت بستخدمه كتير جدا في الشتاء، لانه حاسه ان هو قوامه تقيل شويه، بس كنت بستخدمه مش في الشتاء، وكمان بس بخلي ماما تستخدمه، نفع معايا جدا وفرق معايا درجه او درجتين كمان. وجايبه منه الاي كريم، وجايبه كمان الغسول بتاع المناطق الحساسه، حلو جدا جدا الغسول. بس اكتر حاجه انا حبيتها في البراند دي هي الوايتنج كريم، بجد تحفه تحفه تحفه. جبت شوفي برودكت برضو في منها كويس جدا وحلو جدا للبشره. وبكده انا خلصت الفيديو يا جماعه. اخيرا قولوا لي يا جماعه بقى البرودكت اللي انا استخدمتها تستخدموا زيها او شبهها، او لو حابين من الفيديوهات دي اكتر واكتر واكتر هعمل لكم سلسله كبيره من الفيديوهات دي. حسيت ان في ناس كتير حابه قوي السكين كير والكوريان برودكت والستايلينج والبرودكت، وممكن اعمل لكم فيديوهات كتير عن السكين كير والميك اب توتوريال. مثلا نعمل كده فيديو ميك اب توتوريال، ممكن نعمل ستايلينج مثلا لكل اللبس اللي عندنا، مش بس الدريسز زي المره اللي فاتت، لا احنا هنعمل حاجه بقى مختلفه. ايه رايكم؟ وقولوا لي في الكومنت يا جماعه لو حابين اي فيديوهات تانية كتير، قولوا لي في الكومنت وانا هرد على كل اسئلتكم، وهعمل لكم فيديوهات زي ما انتوا عايزين بالظبط. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وكومنت. يلا guys, love you all guys, bye. وهعمل لكم فيديو انبوكسنج للحاجات البسكتس والشوكليت اللي موجوده عندي، جات لي هديه. اول حاجه كانت دي الشوكليت، بس هدوقهم من اول مره بصراحه، يعني يجولي هديه فمش عارفه، ما دقتهمش قبل كده. اوكي، عندنا الكب ده انا بحبه جدا بصراحه، نشوفه مع بعض. ده باللوتس، انا بحب اللوتس جدا جدا، طب حاطه واحده في التلاجة ولسه هاكلها معاكم. ده بسكوت برضو، بس انا قالوا اذا كان ده بسكوت شاي مش مملح او مسكر، معرفش بصراحه، هدوقه برضو قبل طعمه. اوكي
متحبش الفيديو ازاي. البسكوت ده يا جماعه بيفكرني بسكوت انا جربته، اسمه كوري، بسكوت كوري اسمه ام صون. يعني تحفه قوي، بيفكرني بيه، شبهه شويه، شبه البسكوتس الكوريه قوي. فحاسه ان انا متحمسه جدا ان انا اجربه بصراحه. شكله كيوت ازاي. ده كل البسكوتس والشوكليت اللي موجود عندي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، واعملوا معايا التحدي برضو، وخلوا وقت لنفسكم كده 24 ساعة يوم كده تعملوا فيه ريلاكسنج، تقرأوا كتاب، تقرأوا، تخرجوا، تروحوا الكورس بتاعكم زي ما انا عملت كده، تقضوا وقت مع اهلكم، تعملوا السكين كير بتاعكم. قولوا يا جماعة لو حاولتوا تعملوا التحدي ده معايا ولا لا، وقولوا لي نتائجه برضه، لانه يعني بيدي نتائج ايجابيه لو استمرينا عليها، وانا ان شاء الله هبقى استمر عليه. وناخد استراحه كده من السوشيال ميديا شويه، وكل ما ناخد استراحه اكتر من السوشيال ميديا يبقى نتائجنا افضل بالتاكيد. متنسوش تعملوا لايك على الكومنت وسبسكرايب، و I love you guys. See you.